ابو تريكه حلوه، هوبا هوبا، جوه الجون جوه الجون، الجون الاول، الجون الاول النادي الاهلي. اللاين مان على طول، وادي الكابتن قاسم ناصر مشاور على طول رايح فريق اوغندا كله على الكابتن قاسم نمره 5 اهو. اندرو بيزق الحكم، اندرو رقم 5 اهو. هدف كرة الحمد لله، كرة جميلة تتلعب. ادي كرة اعادة تانية اهي، هنشوف لعبها عماد متعب. عماد متعب يلعب الكرة وفعلا الراجل كان واقف جوه بعد خط المرمى. عماد متعب في الدقيقة 23 من الشوط الأول. ادي كرة تانية اهي وفي الإعادة هذا ترتان. ادي هنا على طول تتلعب، عماد متعب عدى عماد وهنا يقع منهم زدود، والتصويبه هي الاول هي الاول هي الاول. الله الله الله، هدف حلو جدا. عارفين مين اللي جابه؟ ده الزئبقي محمد بركات، نجم النادي الاهلي في هذا الدوري. محمد بركات يعلن عن فرحه اولى بتحمل لون التيشيرت الازرق والفرحه حمراء هنا في القاهره. يا هدف رائع لمحمد بركات في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 5 من غزوة أهلوية زرقاء النهاردة بلون التيشيرت الأزرق. 1-0 سيمر معها الصمت إلى الجماهير، إلى جماهير طبعا اتحاد العاصمة. محمد بركات لعيب لعيب لعيب. 1-0 هنا وقع الراجل، شكرا جزيلا. عموما وادي التصويبه من محمد بركات مرت الى داخل الشباك تعلن من الوقت المحتسب بدل الضايع اللي قدره حكم اللقاء السوداني عبد الرحمن خالد بان 4 دقايق، والفاول للنادي الاهلي. بركات ومتعب
ولا ايه؟ مش ممكن مش ممكن. كورة تدخل التاريخ، كورة تدخل التاريخ. فكرتني والله بكورة يقول لي الحكم ان هي حسبها هدف، حسبها هدف. بيكلموه هو الحكم اتاخر قوي في احتسابها، هو بص لمساعد الحكم وهدف التعادل للنادي الاهلي، هدف التعادل للنادي الاهلي. لكن مين اللي جابه؟ محتاجين ده يبقى بيقول له شوف كلم مساعدها. تعالوا نشوف ادي بركات، وادي حارس، وادي عماد النحاس، وادي الكوره في طريق وشوقي، واهي عدت. لا دي بكتير دي جوه المرمى خالص، جوه المرمى خالص اهي. فكرتني والله. هنشوف بقى الكرة دي تحسب المفروض لمحمد شوقي، المفروض انها تحسب لشوقي. ادي النحاس الاول وايه تاني، شوقي هو اللي لمسها اخر واحد. شوفوا جوه المرمى بقد ايه بكتير. فكرتني والله بكرة النادي الاهلي وانبي في الدوري، كانت مباراة الاهلي وانبي. ادي جilberto كل مرة بيخرج للخارج لازم يناور، مرة يخش للداخل ومرة يخش للخارج، اهو كل مرة برضه خلاص قفل عليه السكة حفظه فبياخد فاولات. لكن اللعيب المميز بالذات اللعيب الخطي ده بيكون له مناورة مرة يناور انه يخرج للخارج زي ما عاد يعمل جilberto ويعدي ويكمل ويلعب الكرة عرضية، لكن لازم يكون عنده برضه دي الكرة اهي. بصوا حضراتكم نازل كريم اهي في ايده فعلا في ايده، لكن ممكن الحكم يعتبر ان هو بيعمل تكوف، لكن اللي بيعمل تكوف وايده فوق، ده الراجل ايده فوق اهو. كان في النادي الاهلي ابو بركات والهدف الثاني، الهدف الثاني للنادي الاهلي. الله يا عماد، يوم عماد النحاس خطفها خطف والله حلوه. يا سلام على الجول وجماله. حلوة جول جميل. ضربة الرأس جاية جميلة. ده متعب ولا عماد النحاس؟ هنشوف الاثنين كانوا واقفين على البعيدة. هنشوف انما كرة جميلة. هدف جميل وداخل في البعيدة. عماد متعب اهي عماد متعب مش النحاس، لانها كانت عدت شوقي اهو. عماد يا سلام يا متعب، يا سلام يا عماد يا متعب يا عظيم، يا سلام يا عماد يا متعب يا عظيم.